نفترض ان واحد الشخص عاش 60 عام، غادي تكون الثلث ديال حياته اللي هي 20 عام مشات ليه غير في النعاس، بحيث اغلبيه ديال الناس كينعسوا 8 ديال السوايع في النهار. دابا كاين اللي كيشوف بان هذا الشيء غير ضياع ديال الوقت، وكاين واحد الفئه اخرى اللي كتشوف انها حاجه بيولوجيه وطبيعيه. في نظركم شكون اللي عنده الحق؟ اجي نكتشفوا مجموعين. بالمناسبه الا كملتي هذا الفيديو حتى الاخر بلا ما تقرا هذا الكتاب باسكو غادي نعطيك المعلومات الاساسيه كاع اللي فيه. في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا كل عام كتوفى 6000 شخص في طريق السيار غير بسبب اعراض قله النوم، بحيث حنا بيولوجيا كنعسو باش الدماغ ديالنا ينظم الحوايج اللي دارهم في داك النهار او تعلمهم، والنوم كيفونكسيوني بحال شي سيستم تاع الكريدي الداخل ديال الجهاز العصبي، بحيث الا ما نعستيش 19 ساعه متتاليه دماغك كيولي كيتفاعل بحال شي شخص تحت تاثير الكحول، وما كتقدر لا تركز لا في قرايه لا في خدمه لا في اونترينمون، والجهاز المناعي ديالك كيولي فريمون ضعيف بزاف، وحتى الذاكره ديالك كتولي ضعيفه. داكشي علاش ماتيو ووكر اللي واحد عالم في علم الاعصاب كتب هذا الكتاب باش يوعي الناس بالمخاطر ديالو. وهادو هما النقط الاساسيه اللي كان باغي يوصل لينا. اول حاجه، النوم عنده قوه اساسيه وطبيعيه واللي هي منها تطوير الذاكره والتركيز والاستشفاء العضلي والمناعه ضد الامراض. ثاني حاجه، الكافيين والالكول وكثره السكرولين والاشعه الزرقاء اللي كيكونوا ناتجين على التليفونات ولي بيسي كيخربقوا الميلاتونين اللي هو واحد الهرمون المسؤول عن النوم، لا من ناحيه ديال الكونتيتي لا من ناحيه ديال الكاليتي. ثالث حاجه، الاكتئاب والسكري والافكار الانتحاريه هي كامله اعراض ناتجه عن قله النوم. النوم شي حاجه اللي هي بيولوجيه، وكل ما كنتي ما كتنعش بزاف كل ما زادت الاحتماليه مع مرور الوقت انك تصاب بحال هاد الامراض. لذلك فالنوم حسب علم الاعصاب ما كتعتبرش شي حاجه اللي هي مضيعه الوقت، بل حاجه ضروريه كتخلي الجسم والعقل متوازن. كان هذا هو الكتاب ديال واي وي سليب في اقل من 3 ديال الدقائق.